زمان اول ما رحت تركيا اشتغلت، كنا في شركه سياحه، وكنا بنستقبل ناس. اكتر الناس كانوا من مصر او من الاردن او من لبنان. وكنا يعني كنت بطلع الاتوبيس، او ان احنا بنطلع رحله اسمها رحله البوسفور. ففي المركب بمسك الميكروفون واقعد اشرح لهم حاجات واتكلم في حاجات. فكانت من ضمن المسابقات ان انتوا تعرفوا الاتراك اصلهم ايه. فالناس تقعد تقول لك مش عارف من كذا ومن كذا ومن كذا، وفي الاخر اروح قايل لهم اصلهم صيني، ونقعد بقى نضحك كلنا ومش عارف كذا. ما اعرفش، احنا كان دمنا خفيف جدا من 10 سنين بس يعني اهي. بس عايز اقول لكم ان المعلومه فعلا ان الاتراك مش هنقول ان اصلهم صيني، ولكن هم من شرق اسيا. من شرق اسيا. تخيل ان هم من قبل الميلاد، يعني من دولة اسمها دولة الهون أسسوها، وبعد كده أسسوا دولة الجوكتورك اللي هي أصلا احنا دلوقتي بنقول الأتراك الاسم جاي منهم. وبعد كده قوم الأوغور، وبعد كده ينتقلوا شوية بشوية لحد ما اختلطوا بإيران، وبدأ يبقى فيه نسيج مختلف من كذا حاجة. وكل الحركات بتاعتهم والتحركات بتاعتهم كانت أغلبها أو أكترها ليها علاقة بالتجارة، لحد ما جت دولة اسمها دولة السلاجقة. ودولة السلاجقة دي اللي طلعت عن إيران، وبعد كده بدأت تعمل اللي هي تركيا، وبعد كده نشوف الدولة العثمانية، وبعد الدولة العثمانية نشوف الجمهورية التركية. فطبعا أي قصة بنحكيها لازم يبقى وراها في حاجات كده طالعة ما تفهمش الناس بتجيب آرائها منين. يعني أنا فاكر واحدة كويس جدا، دكتورة كانت في مصر، وكانت بتقول إن كلمة ترك أو اللي هم كلمة تركيا أو بتاع جاية من أصل عربي. جاية من أصل عربي إزاي بقى لما هي قالت الموضوع ده؟ ان هم يا سيدي قوم رحل يعني بيسيبوا مكان لمكان، يعني بيتركوا مكان لمكان. فهو الفعل ترك، وبما ان لغه الاتراك لغه ضم فتبقى ترك. هي وجهه نظرها كانت كده، ولكن انا شايف ان لا، الاصل من زمان جدا، ده انا بكلمكم من قبل الميلاد. فيعني وجهه نظر برضو.